السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض المسقعة الجميلة ديت، او يعني سموها بقى زي ما تسموها. انا الصراحة سميتها مسقعة لان هي اكلة بالبتنجان وطماطم وبصل وكل حاجة المسقعة بتحط فيها، بس بدون زيت. يعني احلى حاجة فيها ان هي بدون زيت، بما اني بقى الزيت غالي وكلنا عايزين بقى نوفر شوية كده، فحبينا ان احنا نعملها من غير زيت. يلا بينا نشوفها اتعملت ازاي. يلا بينا. اول حاجة يكون عندي هنا 2 من البتنجان او كيلو. يعني هاتي وحدتين زي كده او كيلو او اي كمية انت عايزاها، يعني مش هنحدد. هنحطهم بقى على النار ونهدي النار عليهم شوية ونبدأ بقى ان احنا نشويهم. ليه هنهدي النار؟ عشان بس تستوي براحتها، عشان توصل للنتيجة اللي انا هوريها لك دلوقتي. بصوا بقى يا جماعة، وصلت النتيجة دي شايفين كده؟ يبقى هي خلاص استوت. اول ما ندوس عليها كده ونلاقيها ان هي بتتفعص معايا كده، يعني بتدخل لحد جوه كده، كده يبقى خلاص هي استوت. هنسيبها بقى لغاية لما تبرد وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. هجيب عندي هنا بصلة وهقطعها. قطعت البصله بتاعت تقطيع صغير كده، مش حابه ان هي تكون تقطيعه كبيره يعني. ودلوقتي بقى احط لها شويه من الملح وهبدا ان انا اقلب فيها لغايه لما تدبل. اول ما تدبل كده احط عليها كمان شويه من الزيت. وبعدين اول ما نلاقي ريحه البصله بدات تطلع كده، انا مش عايزاها تاخد لون خالص، يعني يا دوبك بس ولا حتى تدبل قوي. اول ما الاقيها ريحتها طلعت كده اروح حاطه لها معلقه من الثوم. معلقه تكون حلوه كده، يعني معلقه كبيره. وهقلب بقى البصل مع الثوم كده كويس لحد بس ما البصله تكون دبلت معايا خالص كده وريحه الثوم طلعت. هروح جايبه عندي هنا بقى 2 طماطم وهبشرهم. واول ما توصل للمرحله ديت شايفين، هروح ضايفه عليها الطماطم. ضفت بقى الطماطم مبشوره كده، هقلبها بقى تقلبتين هنا كده مع بعض، واحط لها كمان معلقه من الصلصه. اهي يا جماعه الصلصه العاديه اللي هي البطرمانات ديت، او لو في اكياس يبقى نستخدم كيس. هنحط معلقه الصلصه ونقلب الكلام ده كله كده مع بعض. ودلوقتي بقى هضيف لها التوابل. هنحط هنا شويه من الشطه وشويه من الفلفل الاسود وشويه من الكزبره وكمان شويه من الكمون. اهوت يا جماعه شويه من الشطه، شويه من الفلفل الاسود، شويه من الكمون. وهنقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعض ونسيبها لغايه لما تتسبك. على ما تتسبك معايا هنا اكون انا قشرت البتنجان وكمان قطعته. تعالوا بقى نقشر البتنجان بتاعي دوت. بصوا هو بتقشر بسهوله خالص معايا، يعني مش صعب خالص. شايفين القشره طالعه ازاي؟ بس كل اللي هنحتاجه ان احنا نقشر كده وننضف مكاننا، عشان بس القشر دوت ما يمسكش فيه. شايفين؟ هنقشر كده بايدي او بالسكينه، يعني زي ما انت حابه. قشرت بقى اول واحده اهيت. هنضف بقى، اهم حاجه زي ما قلت لك تنضفي البلانشه وبعد كده ترجعي تقشري التانية. طبعا لان احنا لو سيبنا القشر دوت، القشر ده يبقى متحروق جدا، فلو لزق في اللحم بتاع البتنجان مش هيرضى ان هو يطلع تاني منه. قشرنا بقى التانية كده برضو هننضف البلانشه. بصوا بقى بعد ما نضفنا البلانشه هنجيب بقى السكينه ونحاول ان احنا نقطعها بالشكل ده كده. شايفين؟ شايفين بقى البتنجان بتاعي عشان طازه؟ شايفين ابيض وفاتح ازاي وكمان عامل زي الزبده؟ ده دليل على انه استوى كويس على البوتاجاز. لو انت بقى مش حابه الخطوه بتاعه البوتاجاز من فوق ديت وحابه ان هي غلبه يعني تفضلي بقى كل شويه تقلبي وكده، حطيها في الفرن زي ما انت حابه. يعني لو حابه تستسهلي حطيها في الفرن او في الميكرويف. لو انت مش حابه تستسهلي وحابه ان انت تعمليها بسرعه، طبعا البوتاجاز من فوق اسرع. بصوا بقى انا هرستها كويس كده، اهم حاجه ان انا انعمها كويس بالسكينه. شايفين؟ بعد بقى ما هرسناها كويس قوي كده هناخدها بقى ونروح حاطينها على الصلصه اللي اتسبكت. طبعا الصلصه اتسبكت هي، طبعا انا مخليها على نار هاديه. هضيف بقى دلوقتي هنا البتنجان.
اول ما هضيف البتنجان هديله تقليبه كده، يعني هسيبه بتاع 3 4 دقايق مش اكتر. اهوت يا جماعه. وطبعا الاكله ديت بقى كده صحيه من غير اي زيت ولا دهون ولا اي حاجه، وكمان موفره. كده الاكله بتاعتي خلصت، هنسيبها 3 4 دقايق زي ما قلت لك على البوتاجاز وخلاص كده هي خلصت. حابه بقى انا التركيه جدا اللي انا حطيتها ديت، ان انا ضفت لها رشه كده من الموتزاريلا بتطعمها كده، وفي نفس الوقت هتديها جرنش حلو قوي. لو انت مش حابه الرشه بتاعت الموتزاريلا دي براحتك، بس هي كده عامه المسقعه خلاص خلصت. شايفين؟ جميله. انا بقى هنا عشان هديها رشه من الجبنه هغطيها، هديها كده رشه بسيطه خالص كده من الجبنه وارجع ان انا اغطيها. على فكرة حبينا البتنجان بالطريقة ديت اكتر، كان طعمها اخف كتير، وكمان كان طعمها حلو قوي وكانت صحية، فكان طعمها حلو قوي، احنا حبيناها جدا. انت جربيها وان شاء الله باذن الله برضو هتحبيها والاولاد عندك هيحبوها قوي. بصوا بقى بعد ما خلصنا وحطينا رشة الموزاريلا زي ما قلت لكم، هنسيبها بقى يا دوبك دقيقتين بس الموزاريلا تسيح، وبكده يبقى الاكله بتاعتنا خلصت، وبالف هنا وشفا على قلبكم. وكده بقى يبقى الاكله بتاعت النهارده خلصت. لو عجبتكم بقى ما تنسونيش في لايك وشير وكمان اشتراك للقناه عشان يوصلكوا كل جديد، وباي باي.